من زمان والناس بتسأل مي عز الدين فين الحب فين الجواز، وهي دايما بتضحك وتقول لسه النصيب مجاش. لكن المفاجأة ان النصيب جه من حيث محدش كان متخيل. شاب رياضي وسيم واصغر منها ب 13 سنة، جده كان لواء في الجيش وامه ست محجبة بسيطة من اسكندرية. والاغرب ان ليه ماضي غريب شوية مع فنانة تانية معروفة جدا. مين هو وازاي اتعرف على مي وايه سر علاقته الغامضة بهادي كرم؟ كل ده واكتر هتعرفوا معانا في الفيديو ده. أحمد تيمور، الاسم اللي قلب السوشيال ميديا أول لما اتقال إنه جوز مي عز الدين. شاب عنده 32 سنة، مواليد 27 يناير سنة 93، خريج كلية الصيدلة جامعة اسكندرية. بس من بعد التخرج حياته خدت اتجاه تاني خالص. قرر يدخل عالم الجيم والتغذية وبقى مدرب لياقة بدنية وأخصائي تغذية معروف جدا على السوشيال ميديا، وكمان رجل أعمال معاه الشركة بتاعته. أصله من اسكندرية وجده كان لواء في الجيش، وده كان مثله الأعلى. أما والدته فهي سيدة محجبة محترمة جدا، وأبوه من عيلة ميسورة، وعنده إخوات مصطفى نور وآية. يعني من الآخر ابن ناس وظله خفيف وشكله كمان مقبول. لكن اللي عمل دوشة كبيرة مش شكله، اللي عمل دوشة هو علاقته القديمة بهادي كرم. قبل ما يظهر اسم مي عز الدين في حياته كان أحمد بينزل فيديوهات كتير مع هادي، منها في الجيم منها على البحر وحتى في البيت. الفيديوهات كانت كلها هزار وضحك، بس الناس بدأت تلاحظ إن ما بينهم حاجة أكتر من مجرد صداقة. وكان هو نفسه دايما بيلمح ويقول كلام غريب. مرة كتب في تعليق مفيش حاجة اسمها صداقة ما بين راجل وست، يا حب يا بعد. والجملة دي عملت جدل كبير جدا وقتها. ناس قالت بيحبها وناس قالت بيمثله، بس الأكيد إن العلاقة دي ما كملتش. وبعد فترة صمت فجأة ظهر اسم مي عز الدين في الصورة، والناس كلها اتفاجئت، خصوصا إن مي كانت دايما بعيدة عن أي أخبار بتخص حياتها الشخصية. لكن الخبر جه رسمي، مي عز الدين اتجوزت أحمد تيمور خليل في فرح عائلي بسيط جدا من غير شو إعلامي ولا حفلات ضخمة. واكتفت مي بنشر صور كتب الكتاب وعلقت الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة بالخير. أول لما الصور نزلت الدنيا قامت، الناس اتكلمت عن فرق السن الكبير وقالوا ازاي مي تتجوز واحد أصغر منها ب 13 سنة. لكن في نفس الوقت في ناس كتير دافعت عنها وقالت الحب ملوش سن، أهم حاجة التفاهم والسعادة. الغريب إن أحمد بعد الفرح على طول حول حساب التيك توك بتاعه من عام لخاص، وكأنه عايز يبدأ صفحة جديدة بعيدة عن أي كلام زيادة. بس حسابه على انستجرام زاد جدا، كان عنده 100,000 متابع، وبعد إعلان الجواز بساعتين بقى فوق ال 200,000، وعدد المتابعين لسه بيزيد لحد دلوقتي. والناس بدأت تدور أكتر عن شخصيته، ولقوا إنه شخص بيحب السفر جدا وزار بلاد كتيرة زي تايلاند ولبنان ودبي، وبيحب السهر والضحك والرحلات. وده عكس مي عز الدين تماما اللي قالت قبل كده إنها بيتوتية جدا ومن الشغل للبيت. يعني الفرق ما بينهم مش بس في السن، ده كمان في الطباع وطريقة الحياة. بس أوقات الاختلاف هو اللي بيكمل الصورة. وفي النهاية الناس كلها شايفة إن مي اختارت الراحة والهدوء بعد سنين من الوحدة، واختارت حد بسيط ومليان طاقة إيجابية. أما أحمد فحقق حلمه بقى في قلب واحدة من أنجح نجمات مصر.